في سنة 1986 اجتمع صلاح فؤاد والمخرج نادر جلال وأخرجوا فيلم سلام يا صاحبي. فيلم سلام يا صاحبي حضراتكم ده فيلم بطولة عادل إمام وسعيد صالح وسوسن بدر، وكان فيه النجم الكبير محمد الدفراوي. سلام يا صاحبي كان فيه مشهد في أحد المشاهد في الفيلم ده حضراتكم، لما سعيد صالح وعادل إمام يبيعوا عربية ملهاش ورق لأحد الناس، ولما يوصلوا للاسم يجي اللي اشترى العربية عشان يتعرف عليهم، فعادل إمام يغير في ملامحه والراجل يقعد يفكر وفي الآخر يقول هو ده. فعادل إمام بيرد عليه ويقول له إزاي يا جدع حضراتكم، فعلا إزاي؟ ده مدخلنا لموضوعنا النهاردة. حضرتك الدولار كان في البنك ب30 جنيه والنهاردة أصبح قرابة 50 جنيه، يقول لك إن الأسعار هتنخفض. طب إزاي؟ على رأي عادل إمام في فيلم سلام يا صاحبي. يمكن عادل إمام كان عنده حق، بيقول إزاي عشان غير ملامحه، لكن إحنا النهاردة قدام حقيقة. إزاي حضراتكم الدولار كان ب30 جنيه والنهاردة أصبح ب50 جنيه ويقول لك الأسعار هتنخفض؟ دي أول نقطة حضراتكم. تاني نقطة حضراتكم، يخرج أحد الإعلاميين ويقول لك إن مصر دخل لها 58 مليار دولار. أولا حضراتكم الفلوس دي إذا كانت جاءت من صفقة رأس الحكمة أو الاتحاد الأوروبي دي معظمها ديون، وده أي حد اقتصادي عنده شيء بسيط من الاقتصاد بيقول لك إن ده اقتصاد غير حقيقي، اقتصاد غير واقعي، اقتصاد غير فعلي، بيقولوا بلغة الاقتصاد اقتصاد غير حقيقي. إذا الفلوس دي المفروض تقلقك، يكون عندك قلق مش تفرح. إزاي حضرتك على رأي عادل إمام في فيلم سلام يا صاحبي، إزاي يا جدع تفرح باقتصاد غير حقيقي؟ حضراتكم النهاردة فرحة الإعلاميين وفرحة المسؤولين بالفلوس اللي دخلت البلد في اقتصاد غير حقيقي فرحة غير مبررة. ده حضرتك المفروض تقلق، حضرتك المفروض تعمل على اقتصاد حقيقي، حضرتك المفروض يبقى عندك تخوف من زيادة حجم الدين. فحضرتك بتفرح ازاي يا جدع بتفرح على رأي عادل إمام في فيلم سلام يا صاحبي؟ وعلى هذا وقيسوا حضراتكم، كل حاجة وعكسها، كل حاجة وضدها. إقناع الناس بالسيء، إقناع الناس بالشيء المش كويس إنه هو كويس، أصبح خلى حال المصريين بيقولوا إزاي يا جدع ده حالنا. اقنعني حضرتك، ما تضحكش عليا. الاستخفاف بعقول الناس وعدم احترام كلهم شيء مش كويس، والناس النهارده أصبحت عندها نسبة وعي كبيرة وابتدت تفهم. ازاي حضرتك طالع فرحان بالديون؟ ازاي؟ اقنعني حضرتك. النهارده حالنا زي حال عادل إمام في فيلم سلام يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.